هنعمل النهاردة مع بعض المبكبكة بس بطريقتي. هنعملها بطريقة حلوة وسهلة وجميلة زي ما احنا شايفين بالسجق، حاجة كده تحفة اوي. بينا بقى نشوف. معانا هنا صينية حطي فيها كده مكعبين من الزبدة، فلفل رومي قطع، لو في فلفل الوان برضو هيبقى حلو جدا. كان عندي بقى هنا ايه يعني كام وحداية كده من السجق كده قطعته بالشكل اللي احنا شايفينه ده. حطيت توم باودر وحطيت برضو بصل باودر، تمام، وحطيت فلفل اسمر واللهم صل على النبي حطيت ملح طبعا، وحطيت بقى ايه مكعب ماجي. حابه والله تستغني عنه تمام براحتك مفيش اي مشكله. هنقلب كل ده مع بعضه كده بالشكل اللي احنا شايفينه. يعني انا هنا عملت الموضوع ده كده في صينيه، فلقيت الدنيا ايه هتبقى صغيره معايا، فايه حبيت ان انا اجيب حله افضل يعني. تمام، جبت هنا الحله ودلوقتي بقى حطيت فيها المكونات بتاعتي، وحطيت هنا كده يعني مثلا نص كوبايه من العصير الطماطم، وقلبت كل ده في بعضه بالشكل ده. هجيب بقى هنا ايه مثلا يعني بتاع نص لتر ميه اضيفه على كل المكونات بتاعتنا. عايزه اقول لكم يا جماعه الريحه كانت رهيبه حلوه جدا، انتوا متخيلين بقى الجمال ده. هنا مثلا كيس من يعني 500 جرام من المكرونه القلم، مش الصغيره، يعني بتبقى بالمكرونه القلم، بتبقى حلوه جدا وطعمها غني كده وحاجه كده روعه روعه. يا جماعه جربوها هتعجبكم جدا. عايزه اقول لكم ان انا من ساعه ما عملتها بالطريقه دي ولادي بيطلبوها مني كل يوم، والله كل يوم يقولوا لي ماما اعمليها لنا بقى، فجربوها هتعجبكم قوي ان شاء الله. يعني خلاص كده انا هسيبها تغلي بقى مع بعضها. انا هحطها على درجه حراره كده ايه اللي هو مطيه عليها النار متوسطه لغايه بس ما تتشرب، وبعد كده ابتدي ان انا اوطي عليها خالص بحيث ان هي ما تلزقش معايا، وكمان الميه بتاعتها ما تنشفش وهي ما تستويش، لا انا بوسطن عليها النار نار متوسطه. وبعد كده انا كده موطيه النار عليها بالشكل ده. شايفين يا جماعه اللون والشكل والريحه بقى، مش قادره اقول لكم على الريحه كانت عامله ازاي، يعني غنيه جدا وموفره جدا جدا، وكله في حله واحده يعني يعتبر، يعني ولا هنسلق بقى مكرونه ولا بصوا ولا اي حاجه. انا هسيبها لغايه بقى ما تستوي معانا. بصوا هي كده خلاص يعتبر استوت. انا هنا بقى قطعتين كده جبنه رومي كانوا عندي رحت حطاهم، لو كان عندي اكتر من كده كنت حطيت. فعايزه اقول لكم بتبقى غنيه قوي بالجبنه. لو في جبنه موتزاريلا كمان بقى رشه كده هتدي ايه بقى تست بقى وتعلي مطه معاكي كده وحاجه كده روعه. اتمنى يا رب يكون عجبكم ان شاء الله، وهي وصفه سهله ويلا نقدمها. جبنا هنا بقى السرفيس بتاعنا عشان ايه عايزه اقول لكم بصوا احنا حطينا كده السرفيس كده وكلنا بقى احنا وولادي. والكلام ده يا جماعه كان بالليل يعني انتوا متخيلين بالليل يعني دي كوارث بقى الساعه 2 بالليل. يعني تخيلي انتي قاعده وولادي ماما جعانين وكده، فهوب قمنا على طول عملنا الموضوع ده. عايزه اقول لكم حلوه جدا وما بتاخدش معانا تلت ساعه ربع يعني نص ساعه بالكتير، 25 دقيقه يعني والله ما بتاخد وقت. شايفين يا جماعه الشكل، والله الريحة في منتهى الجمال. وحاجة عايزة اقول لكم بالسجق حاجة تحفة. طبعا نقدر نعملها كده بالسجق، نقدر نعملها بالفراخ القطع بقطع اللحمة طبعا، بس لازم نسوي اللحمة ونسوي الفراخ برضه. عايزة اقول لكم غنية جدا 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 جدا. جربوها تدعولي من قلبكم. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا فيها، واتمنى تنوروني يعني وتفعلوا الجرس بقى. ويوسف عايز يقول لكم حاجة قول. زي اهو واقف بقى من بدري عمال يقول لي ماما عمال يشاور لي كده، فيوسف بقى بيمسي او بيصبح عليكم مش فاهمه يعني حسب ما تشوفوا الفيديو. اتمنى تجربوها يا رب، واتمنى تكون عجبتكم ان شاء الله وتكون سهله زي ما احنا شفنا كده. ما فيهاش اي حاجه. اشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم.